السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة يحكى أن، حيث نروي لكم قصصا حقيقية صادمة ومثيرة. أنا نضال، أقدم لكم هذه الحكايات باللغة العربية الفصحى، فيما ستواصل هدى مشاركتكم قصصا أخرى بالدارجة المغربية. واليوم سأصحبكم في قصة واقعية تحمل أحداثا لن تصدقوها بسهولة، فتابعونا لتكتشفوا الحقيقة الكاملة خلف هذه الوقائع. الأم هي الحلم الأول في حياة كل إنسان، هي الأمان الذي نولد بين ذراعيه، والنبض الذي يعلمنا معنى الحب بلا شروط. صورتها في قلوبنا كالملائكة، تعطي، تحنو، تضحي ولا تنتظر شيئا في المقابل. لكن ماذا لو انكسرت هذه الصورة؟ ماذا لو تحول ذلك القلب الحنون إلى قلب مظلم؟ واليد التي اعتادت أن تمسح دموع أطفالها صارت هي نفسها اليد التي تطفئ أنفاسهم. إنها لحظة تفقد فيها الكلمات معناها، لحظة تصطدم فيها إنسانيتنا بأبشع المفارقات. يتحول أقدس رمز للحب إلى وجه للجريمة. قضيتنا لليوم لم تعد محصورة في صفحات الجرائد أو نشرات الأخبار، بل اجتاحت كل زاوية من وسائل التواصل الاجتماعي وعرفت انتشارا كبيرا. فلم يعد الأمر مجرد جريمة قتل عابرة، بل قصة حية يراه الناس على شاشاتهم، يتابعون بطلتها لحظة بلحظة قبل أن تتحول إلى مجرمة. اليوم سوف نتحدث عن قضية امرأة أمريكية تبلغ من العمر 34 سنة، كانت تنشر دائما وباستمرار على تيك توك، تحدث متابعيها عن حياتها اليومية، عن معاناتها، وعن حبها الكبير لزوجها المصاب بالسرطان. وكانت أيضا تتحدث عن أطفالها الثلاثة وكيف يمكنها أن تربيهم إذا حدث ومات الزوج. في هذا الفيديو سأصحبكم معي لنسرد كل تفاصيل المعروفة حتى الآن عن هذه القضية، ولنكتشف كيف تحولت المقاطع القصيرة على التيك توك إلى إشارات مخيفة تمهد لما قبل الجريمة. قضيتنا اليوم تأخذنا إلى ولاية نيو هامشير في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقعت مأساة هزت المجتمع وأثارت صدمة الجميع. الأم إيميلي لونغ تبلغ من العمر 34 عاما، وزوجها راي لونغ البالغ 48 عاما كان يعاني من مرض السرطان الدماغ الذي جعله معرضا للموت في أي لحظة. كانت لها 3 أطفال، الأكبر في 8، والوسط في 6، والصغير في 3 من عمره. من الخارج كانت تبدو هذه العائلة عادية كما أي عائلة أخرى، لكن وراء أبواب منزلهم كان يختبئ عالم من المعاناة والأسرار التي لم يكن أحد يتوقعها. الزوج راي لونغ كان أخصائيا نفسيا في إحدى المدارس لمدة 9 سنوات، وفي الوقت نفسه يدرس جزئيا في إحدى الجامعات، وقد عرف بين أصدقائه كإنسان خلوق ومحترم. أما الزوجة إيميلي ففي الفترة الأخيرة كانت تبحث عن وظيفة جديدة، فكانت تطمح أن تعمل مستشارة لتطوير الأعمال أو مساعدة تنفيذية أو مساعدة شخصية. وآخر منصب شغلته كان مديرة عمليات في أحد المطاعم المشهورة. إلا أن نفسية العائلة تدمرت تماما عندما تم تشخيص الأب في شهر إبريل من هذا العام، أي قبل نحو 5 أشهر، بنوع من أنواع سرطان الدماغ القاتل. وبحسب كلام الأطباء فإن نسبة الشفاء ضئيلة جدا، إذ لا يتجاوز الأمر 5% من المصابين الذين تمكنوا من العيش 5 سنوات بعد التشخيص، ومن ثم فقد يكون أمامه 6 أشهر فقط أو على الأكثر 1 سنة ليعيشها. ومع مرور الوقت وتحديدا في شهر يوليو
أي قبل نحو 4 أو 5 أشهر من وقوع المأساة، بدأ الزوج رحلة العلاج بالأشعة في محاولة لمواجهة مرضه الخبيث. وفي تلك الفترة لجأت إيميلي إلى العالم الافتراضي، فأنشأت حسابا على تطبيق تيك توك، وبدأت تشارك متابعيها مقاطع مصورة تتحدث فيها عن معاناة زوجها وصراعه مع المرض. شيئا فشيئا ارتفع عدد الفيديوهات حتى بلغ نحو 80 مقطعا، لكن المفاجأة أن جميعها اختفى لاحقا بعدما تم حذف حسابها بالكامل، وكأنها أرادت أن تمحو أثر كل ما روته من حكايات. في تلك المقاطع كانت تسرد قصة زوجها ومراحل علاجه، وتتحدث عن مرضه وكيف أثر ذلك على الناحية النفسية للأطفال وعلى نفسيتها هي وعلى وضع العائلة بأكملها. dinner and bed and all the things with the kids, and I'm just like living in my wallow of self-pity, and I was just trying to think of like a constructive way where I can like let out my daily thoughts, because there are many and they're very intense, and I hate bombarding people like my friends and stuff because I feel like I'm already like leaning on them so much. So I wanted to start my own little, I guess, public journal, if you will, of my family going through and fighting glioblastoma in my husband. I'm very new to the cancer world and this journey. We just started the diagnosis process last week with my husband's craniotomy. We have 3 young kids who are 3, 5, and 8, and I just know that this is a really long journey and a really intense one, and it's really complicated, and I have like so many feels, and I just wanted like a place to like let it out. And my other hope is that through this whole thing, the reason I'm deciding to make it public is I'm hoping that maybe someone will give me uplifting. مباشرة عندما تشاهدون هذا الفيديو سيخطر في بالكم أولا أن إيميلي تمر بظروف عصيبة وضغط نفسي غير عادي، ويزيد وقع هذه المحنة أن زوجها كان معرضا للموت في أي لحظة، وهو المعيل الأساسي للعائلة، في حين كانت هي عاطلة عن العمل وتبحث عن وظيفة. وقد أصبح ذلك مصدرا آخر للقلق، إذ وجدت نفسها فجأة مضطرة لتكون المسؤولة الأولى عن العائلة في غياب زوجها. وقد كانت تتحدث بصراحة عن حالتها النفسية وعن حبها الكبير لزوجها وخوفها الشديد من فقدانه بسبب السرطان ومعاناتها الدائمة. كان اعتقادها أن فيديوهات تيك توك أرخص من الطبيب النفسي، لذلك كانت تفضل أن تحدث الناس عبر المنصة. تشعر أن كلامها مع الجمهور قد يخفف من آلامها. وفي أحد مقاطعها التي انتشرت مؤخرا اعترفت إيميلي بأنها تشعر أن جميع فيديوهاتها يطغى عليها الحزن، وأنها تدور دائما حول معاناتها الشخصية. لكن السبب الحقيقي وراء هذا الحزن العميق لم يكن سوى خوفها الكبير من فقدان زوجها الذي تراه الرجل المثالي ونصفها الآخر. وقالت إنها على العكس تماما، فهي عصبية وسريعة الانفعال وتتحدث بصراحة وبدون تقييد، بينما هو كان هادئا يتأمل كل جانب قبل أن يتخذ أي قرار. إنه إنسان أخلاقي إلى أبعد الحدود، وكل خطوة في حياته مبنية على مبادئ راسخة، وأكدت أنها تعلمت منه كل شيء. قالت إن زوجها هو من علمها كيف تكون شريكة أفضل وكيف تطلب المساعدة وتفتح قلبها، فهذه كلها أمور لم تكن تجيدها قبل أن تلتقي به. وأضافت أن أكثر ما تحبه في علاقتهما هو تلك اللحظات اليومية البسيطة حين ينتهي كل شيء في اليوم ويجلسان معا في آخر الليل ليتبادلان الحديث عن أحداث يومهما الغريبة والمضحكة. وكان هو يضحك معها ويمزح بشأن تلك الأمور التي قامت بها، ويشعرها أحيانا بأنها تصنع أشياء غريبة أو محرجة، فيضحكان معا ويتبادلان المزاح بروح مرحة. وبالنسبة لها تلك اللحظات البسيطة التي كانا يقضيانها في آخر كل يوم هي ما ستفقده أكثر بعد وفاته. كان ذلك الفيديو
يستمر نحو 7 دقائق، وطواله كانت تتحدث عن حبها اللامتناهي لزوجها، ولكن المتابعين في ذلك الوقت بدأوا يعلقون عليها بأنها تركز في كلامها على نفسها وما ستفقده هي بعد وفاته، وليس على أطفالها الذين سيفقدون أباهم. وقال كثير من المشاهدين إن طريقة تعبيرها لم تظهر إنها قلقة على أسرتها بقدر ما كانت تظهر خوفها على نفسها. A part of me is so happy that we're starting treatment, but like my soul like hurts because starting treatment means that like he really has cancer. Like he got a craniotomy and I felt like, great, we got it, we're done. This means like he has brain cancer. And we're like in this weird tug of war for the rest of our lives of like good versus evil, extending life versus quality of life. Like I just don't understand. I'll never understand. I think the other part that is like so hard is that it's like you're harboring this secret. Like we see people all the time, every day, that have no idea. And like how are you? And I want to be like, not great. My husband's dying from brain cancer and we're hanging on by a thread and I feel devastated because I didn't get enough time, but I also feel sad because my kids aren't going to see their dad, and I'm devastated that my husband's scared that he's going to die and he's going to be decrepit and old, and we don't know how we're going to survive on a one family income with our house and all the things in this economy. But I'm fine. How are you? But you can't say that. So I say, I'm good. How are you? And it's so delusional. وبالنسبة للمقطع الأخير الذي نشرته على حسابها، ظهرت في هذا الفيديو معتنية بنفسها لأول مرة منذ فترة طويلة، وقالت إنها تنوي على تغيير حياتها وإيقاف حالة العزلة التي دخلت فيها. كما قالت إن أطفالها بدأوا يتأثرون بحالتها النفسية، حتى إن ابنها الذي لم يبلغ من العمر 3 سنوات أصبح يعاني من الأرق ولا ينام بشكل طبيعي، وهذا الأمر دمرها نفسيا. ولكن على الرغم من ذلك قررت أن تحاول خلق حياة طبيعية، وقالت إنها ستخرج مع أولادها وسيزورون أصدقائهم، وأنها ستبدأ بالاهتمام بنفسها ومظهرها. وأضافت أنها لما اكتشفت مرض زوجها انعزلت تماما عن العالم الخارجي، وحتى أصدقاؤها كانوا إذا دعوها إلى عشاء أو نزهة أو حفلة ترفض تلك الدعوات. وهذا الأمر لم يؤثر عليها فقط، بل أثر أيضا على الأطفال لأنهم لم يعودوا يرون أصدقائهم. وفي هذا الفيديو وهو الأخير الذي نشرته أكدت أنها عازمة على تغيير حياتها للأفضل، وأنها ستتحسن، وحتى أطفالها لابد أن تبني لهم حياة طبيعية. Basically, makeup since we went to the Cape in July and real clothes in God only knows how long. So I'm trying to get myself out of this rut. I know that I've said this before, but our kids are definitely struggling. And now I'm starting to notice some changes in our 3-year-old, which is tough because he's too young for therapy. I know that people are going to say play therapy. We've done that before, and I just don't really see the benefit in it. And he's too young for talk therapy, obviously. But like, for example, last night he just couldn't sleep. He was up all night long. He was crying. And he's never like that. And I've been starting to notice him stirring more at night and just have a harder time. And it's just devastating. But I am determined to create normalcy. We're going to go down the street to our neighbors who are our close friends with a bunch of our other friends. I don't think that my husband will come. Maybe he will, because it's right down the street. It's just a couple houses down. But it's important for my kids to be with their friends. And I have been struggling so much and really depressed and just have really become reclusive and just wanted to be with my kids and my husband. And while that might feel good for me, I don't think that that's good for me. So that being said, I am making a change. It is starting today. I am going to start getting dressed. I'm going to probably not put makeup on because I don't really wear makeup very often unless I'm going somewhere, but I need to become more social again. I used to be like the most social human on this planet, and the past month I have basically declined 98% of all offers, and my kids need to be with their friends. So hold me to it. Today I am adjusting my perspective, and I'm making a point to get out of my depression and do this for my family. So that being said, كان هذا الفيديو مختلفا كليا عن الفيديوهات السابقة، مليئا بالإيجابية ومغايرا لها بمقدار 180 درجة. من يشاهده يعتقد أنها غيرت حياتها بالفعل، وأنها ستبدأ من تلك اللحظة صفحة جديدة مبنية على الأمل والقوة، حتى إنها كانت تفكر بجد في أن زوجها قد يكون من القلة الذين ينجون من هذا المرض الخبيث ويعودون ليعيشوا حياة طبيعية.
ولكن في صباح يوم الاثنين الموافق 18 من أغسطس في عام 2025 وفي الساعات الأولى صدم الجميع بخبر مروع. إيميلي أقدمت على قتل زوجها المصاب بسرطان الدماغ، إذا أطلقت عليه 3 رصاصات، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قتلت أيضا ابنيها باركر الذي كان يبلغ من العمر 8 سنوات ورايلي الذي كان في السادسة منه. كل واحد منهما أنهت حياته برصاصة في الرأس. وفي النهاية وجهت إيميلي السلاح نحو نفسها وأطلقت رصاصة واحدة أنهت بها حياتها. الأغرب من ذلك أنها كانت أماً ل3 أطفال أعمارهم 8 سنوات و6 سنوات و3 سنوات، وبعد أن قتلت زوجها و2 من أطفالها تركت الطفل الأصغر والذي لم يتجاوز 3 سنوات على قيد الحياة بلا أي إصابة، بل وجد داخل المنزل وهو سالم. والأغرب من ذلك كله أن إيميلي ارتكبت هذه الجريمة في حق عائلتها في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، فقد سمع الجيران أصوات إطلاق نار فبادروا بإبلاغ الشرطة التي بدأت بالبحث عن مصدر هذه الأصوات. وبعد ساعات طويلة من التحقيق تبين أن المصدر كان من داخل منزل هذه العائلة. وفي الساعة 8:20 مساء اقتحمت الشرطة البيت فشاهدت المشهد المروع: جميع أفراد العائلة قد فارقوا الحياة باستثناء الطفل الأصغر ذي 3 سنوات الذي وجد حيا بين جثث ذويه. منذ ذلك الحين ظل الجدل مستمرا حتى اليوم: لماذا قتلتهم جميعهم ثم انتحرت؟ ولماذا تركت هذا الطفل وحده دون أن تؤذيه؟ بعضهم يرى أنها اعتقدت أن صغر سنه 3 سنوات سيجعله لا يتذكر شيئا مما حدث وأن له فرصة ليبني حياة جديدة، بينما أطفالها الأكبر ذو 6 سنوات وذو 8 كانوا مدركين لواقع الأمور فقررت التخلص منه. ولكن الحقيقة المرة أنه لا أحد يعلم السبب الحقيقي ولن يعلمه أحد ما دامت إيميلي قد رحلت معه. والأصعب من ذلك أن هذا الطفل الصغير قضى ساعات طويلة بين جثث عائلته لا يدري أنهم قد ماتوا، ومن الممكن أنه شاهد كل ما جرى بعينيه. تخيلوا الصدمة التي ستطارده طول حياته. قالت النيابة العامة إن التحقيق مستمر إلى الآن، لكن لا يوجد سبب واضح لهذه الجريمة، إلا أن الناس هنا بدأوا يفكرون ويضعون نظريات مختلفة، فقالوا إنه من الممكن بالإضافة إلى مرض زوجها بالسرطان أن تكون ارتكبت هذه الجريمة لأنه من المحتمل أنها سرقت أموالا أو أن لديها مشاكل أخرى، وكل هذه مجرد نظريات ولا يوجد أي دليل رسمي. أما الغريب فهو رد فعل الناس على هذه الجريمة وعلى هذا الخبر. في البداية ظنوا أن الأب المصاب بسرطان الدماغ قرر أن يقتل عائلته ثم يقتل نفسه بسبب المرض وبسبب حالته النفسية الصعبة والاكتئاب الذي ألم به، إذ من الممكن أن يؤثر السرطان على عقله، ولهذا السبب اتخذ هذا الخيار. لكن بعد ذلك اكتشف الناس أن إيميلي التي ارتكبت هذه الجريمة، وعندها انكشفت الحقيقة بأن الأم هي القاتلة. تغير كلام الناس تماما، فالناس صاروا يبحثون لها عن أعذار ومبررات، محاولين إيجاد سبب لما قامت به. فبالنسبة لهم سواء كان الأب أو الأم من ارتكب الجريمة فقد حصلت مصيبة كبيرة، لكن أسلوبهم في الكلام تغير كليا بعد كشف هوية القاتلة، وصاروا يبحثون عن مخرج لها وعن سبب يجعل ما قامت به مفهوما. فجأة انقسم الناس إلى قسمين: بعضهم بدأ يتعاطف معها أكثر من اللازم وقالوا إنها كانت متعبة وكانت علامات الاكتئاب والضغط النفسي واضحة عليها من خلال الفيديوهات. لكن
هذه القضية اختلفت بالنسبة للناس، فقد بدأوا يدافعون عنها ويحاولون إيجاد مبررات لها، مع أنها قتلت أطفالها، فهي لم تقتل زوجها فقط بل قتلت أيضا أطفالها، لأنها قضت على العائلة بأكملها. وفوق كل هذا سببت صدمة نفسية لابنها البالغ من العمر 3 سنوات. وهنا بدأ نقاش آخر حول كيفية تعامل المجتمع بشكل مختلف مع نفس الجريمة، إذا كان الفاعل رجلا أم امرأة. بالطبع في النهاية جريمة إيميلي هي جريمة حقيقية لا مبرر لها، فهي أخذت أرواح أطفال بلا ذنب، وكذلك روح زوجها الذي كان يحارب سرطان الدماغ. وما قامت به لا يمكن أن يغتفر حتى لو كانت تعاني من أمراض نفسية أو ضغط نفسي، فمسؤوليتها كانت أن تلجأ للمساعدة أو العلاج، لا أن تلجأ إلى القتل. وما يضاعف مأساوية هذه القضية هو الطفل الذي نجا البالغ من العمر 3 سنوات، والذي كان بين أفراد عائلته، وقد فقد كل من أحبه. على فكرة، كان الطفل يحاول أن يوقظ والدته لأنه كان جائعا ويريد أن يأكل، فهو لم يكن يفهم ما يحدث حوله، وكان يحاول أن يوقظهم، لكن بالتأكيد لم يكونوا يجيبونه. فهل يمكنكم تخيل الأثر النفسي الذي سيعيشه هذا الطفل؟ من المستحيل أن يعيش حياة طبيعية بعد ما شاهده وما استوعبه. بعض المشاهير على التيك توك دافعوا عنها بشكل غير مباشر. أحدهم نشر مقطعا قال فيه إنه يشعر بالغضب اتجاه النظام أو السلطات التي فشلت في حماية هذه العائلة، أي أنه كان يحاول إلقاء اللوم على الدولة لأنها لم تحمي هذه العائلة، وأن إيميلي كان واضحا أنها بحاجة إلى دعم نفسي ولم تحصل عليه، وأن المجتمع لم يساعدها. لكن بعد ذلك تلقى هذا الشخص هجوما شديدا من الناس لأنه دافع عن قاتلة أولادها، فاضطر إلى نشر فيديو آخر يوضح فيه أنه لا يبرر قتل الأطفال، وأن ما قصده هو أن السلطات فشلت في تقديم المساعدة قبل أن تتفاقم الأمور. وهذا كان فيديو اليوم. صراحة إنه أمر صادم أن يقوم بعض الناس بالدفاع عن امرأة قتلت عائلتها بحجة أنها كانت متعبة نفسيا أو تعاني ضغوطا نفسية. ففي البداية عندما ظنوا أن الأب هو القاتل لم يهتم أحد، وقالوا الرجال يفعلون مثل هذه الأشياء، لكن الجريمة هي جريمة سواء ارتكبها ذكر أو أنثى. وفي النهاية من يرتكب نفس الجريمة يتحمل المسؤولية ذاتها، سواء قانونيا أو دينيا أو أخلاقيا. ما يثير الدهشة حقا هو كيف تغير كلام الناس بعد كشف الحقيقة. حاولوا تبرير فظاعة الجريمة بأنها نتيجة تعبها النفسي أو اكتئابها، وهذا ما شاهدناه في الفيديو اليوم. فأنتم اكتبوا لي رأيكم، هل تعتقدون أنه يمكن تبرير ما قامت به بسبب تعبها أو حالتها النفسية؟ هل يمكن القول أنها لم تكن بكامل قواها العقلية؟ أم أنه إذا ارتكب رجل نفس الجريمة ستعتقدون أنه مسؤول بالكامل عن أفعاله؟ اكتبوا لي آرائكم في التعليقات. وهكذا تنتهي قصتنا اليوم، قصة مليئة بالأحداث الواقعية التي تثير المشاعر وتترك أثرا في النفوس. تذكروا دائما أن وراء كل خبر قصة، وربما كل قصة تحمل درسا أو تحذيرا. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس لتبقوا معنا في كل قصة جديدة. كان معكم نضال، وإلى اللقاء.